الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، السوريين والسوريات في كل مكان داخل الوطن وفي المهاجر والشتات، مرحبا. يجري الحديث في وسائل الإعلام العربية وحتى العالمية والكردية أيضا عن وصول حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية إلى تفاهم أو إلى اتفاق، حتى ولو كان بالأحرف الأولى. أنا مع الاتفاق، وأنا مع حل جميع المشاكل العالقة بين كل الأطراف، العربية والكردية والعربية الكردية، ويعني السورية بالطرق والوسائل السلمية وبالحوار. إذا توفرت النية والإرادة والوعي الوطني، أعقد المشاكل التي تعترض طريق السوريين يمكن حلحلتها. التخندق في ضمن الدوغما العقائدية الأيديولوجية القومية والدينية هو يعني السم الذي يعزز ويدعم التفرقة والتشتت ويصيب التأسيس لحالة وطنية في مقتل يعني. وبالتالي أنا مع أي شكل من أشكال صيغ الحلول أو أشكال الحلول بين قسد وحكومة دمشق، ومع حقي في توجيه الانتقاد الدائم لقسد وللحكومة السورية الحالية بوصفي متابع وراصد لأداء أو ما يجري في سوريا، وباعتباري سوري، وهذا من حقي، يعني لا يمنحه لي أحد ولا منة لأحد علي في ممارسة حقي في النقد والتعبير عن الرأي في هذا الخصوص. لي في يعني في سوريا الكثير، وهذا من الواجب علي، يعني من حقي ومن واجبي الوطني والثقافي الذي يمليه علي أن أكون عينا راصدة لهذا الأداء، وأعبر عن وجهة نظري ومواقفي في ما يجري في سوريا على الصعيد الكردي والعربي والداخلي والخارجي وكل هذه التفاصيل. إذا الحل أو شكل التفاهم لكي يصل إلى مرحلة الحل النهائي لابد من توفير الظروف والبيئة المناسبة، ومن أشكال البيئة المناسبة، يعني الداعمة للحل بين قسد والحكومة السورية، أنه كلا الطرفين قسد، جماعة قسد، قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة السورية وتنويعاتها وإعلاميها والموالين للحكومة والمؤسسات الإعلامية، أن يكونوا محضر خير يعني، ويكون كلام في هذا الخصوص إيجابي. ويعني الكردي يتحدث عن العربي بإيجابية، والعربي يتحدث عن الكردي بإيجابية، مع الحفاظ على حق النقد المنطقي المعقول المستند على معلومة أو معطيات موثقة في هذا الإطار. وبالتالي الكلام الإيجابي يمهد يعني للحلول الإيجابية، والكلام السلبي وتوتير الأجواء ويعني رفع مستوى خطاب الكراهية والتوتر والتصعيد في السوشيال ميديا والإعلام ضد قسد لا يخدم التفاهم المبرم، لا يخدم المصلحة السورية ككل يعني. وكذلك التصعيد ضد الحكومة السورية من منابر تابعة لقسد
أيضا لن يخدم لا مصلحة قسد ولا مصلحة مناطق شرق الفرات ولا المناطق الكردية، ولن يخدم الموضوع والقضية الكردية ككل في سوريا الآن. خلونا نكون إيجابيين. أنا يعني عندما أقول إنه نكون إيجابيين لا يعني مصادرة حق التعبير عن الرأي أو حق النقد أبدا، لا يفهمنا. أنا شخص يعني كنت أنتقد بشار الأسد وسأبقى أنتقد أحمد الشرع وهو رئيس مؤقت، أو بكرة إذا صار انتخابات وانتخب رئيس، يعني أنتقده بما لدي من معلومة وبما لدي من رأي يتناول أداء هذا الشخص بوصفه خادما للشعب السوري، خادما للدولة السورية، وليس وصيا عليها، ويعني ليس ربا على السوريين وإلها نعبده، يعني أبدا. هو موظف عند الشعب السوري، رئيس الجمهورية يقبض راتبه من الشعب السوري، من ضرائب الشعب السوري. هذا هو يعني ما أعرفه عن وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو أي مسؤول أو أي وزير. نفس الأمر أيضا ينطبق على القسد، يعني ما حدا معصوم من الخطأ، ما حدا معصوم من النقد، لكن ينبغي أن يكون هنالك شيء إيجابي. أنا مستقل، أنا لا أتبع قسد ولا أتبع الحكومة السورية الجديدة والمؤقتة، لكن أتابع المشهد عن كثب. وإن يعني إذا شفت شيء إيجابي هنا سأشيد به، وشيء إيجابي في الطرف الآخر، والإيجابيات تخدم بعضها البعض، سواء كانت في يعني في قسد أو في الحكومة السورية الجديدة. خلاصة كلامي أنه أنا مع أي شكل من أشكال التسوية المنصفة لقسد، والمنصفة للكرد، والمنصفة لأبناء منطقة شرق الفرات، وإبعاد يعني شبح التصادم وكل من يحاول أن ينفخ في نيران وجمر الأحقاد والعصبيات القومية والقبلية والقصص أي كلياتها. ف يعني انضمام قسد إلى جيش سوريا الوطني الحقيقي هو مكسب وطني كبير لدمشق، وهو مكسب سياسي كبير لدمشق، وهو مكسب عسكري كبير لدمشق. كذلك هو مكسب لأبناء المنطقة وللقسديين وللإدارة الموجودة. في تقديري وظني أن هذا التفاهم أو الاتفاق أو شبه الاتفاق الذي أتمنى أن يتطور ويصل إلى مستوى الاتفاق المبرم النهائي هو يحظى بتغطية دولية، وخاصة يعني التحالف الدولي والأمريكيين والفرنسيين. وأنتظر يعني الأيام القادمة أنه سيصار إلى الكشف عن التفاصيل. وهذا الاتفاق في تقديري وظني لا يمكن يعني فصله أو عزله عن توجيهات عبد الله أوجلان التي وجهها لكل تفاصيل حزب العمال الكردستاني وجناح حزب العمال الكردستاني داخل قسد أيضا. يعني أوجلان أيضا مع هذا الحل، أوجلان الذي يعني قيل عنه الكثير في إعلام السلطة الحالية اللي كانت أيام المعارضة أنه إرهابي وانفصالي وكذا. في تقديري هو يعني أحد المحرضين والداعمين والدافعين في اتجاه أنه قسد تصل إلى تفاهم، حتى ولو يكون يعني تفاهم مؤلم وفيه تنازلات. أوجلان له دور في هذا الموضوع. الخطابات اللي بينشرها لحزبه، أو قسد شافت أنه خلاص موضوع حزب العمال الكردستاني في تركيا يعني
في طريقه إلى الحل إما بالسلم أو بالعنف يعني. يعني سيصبح حزب العمال الكردستاني من الماضي، وبالتالي الجناح الوطني، الجناح السوري داخل قسد، يعني في هذا الخصوص اتخذ قراره واتخذ خياره، وخياره دمشق. عاصمة قسد هي دمشق وليست أنقرة. طبعا هل الاتفاق أو قسد قوات سوريا الديمقراطية جناح حزب العمال الكردستاني موجود؟ نعم موجود، بدليل أنه عبد الله وجنان خاطبهم يعني بفيديوهات. حزب العمال الكردستاني لم ينشرها، لكن الفيديوهات وصلت إلى قيادة حزب العمال الكردستاني في أوروبا، وصلت إلى قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل، ووصلت إلى قيادة قسد وقيادة حزب العمال الكردستاني في الشمال السوري، وأنا أعني جناح حزب العمال الكردستاني داخل قسد. وبالتالي كرها طوعا حزب العمال الكردستاني سيخرج من تلك المناطق، ومن يبقى السوريون يعني. وربما بعض الكرد السوريين سيخرج مع جناح جميل بايك وحزب العمال الكردستاني إلى خارج الحدود وإلى مقرات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل. منهم مثلا يعني على سبيل الذكر لا الحصر يعني آل خليل، أو كل شخص يعني علاقته مع حزب العمال الكردستاني علاقة عبادة يعني. حيثما يتجه الشيخ يتبعه المريد، وأحد مريدي حزب العمال الكردستاني آل خليل وآخرين، ربما يعني أقول ربما، أنا لا أجزم يعني، أن يكون هو أيضا يعني مع الذين مع كرد تركيا الموجودين داخل قسد، الذين سيصار إلى ترحيلهم أو إعادتهم إلى مناطقهم. ربما بعض الكرد السوريين أيضا يعني، لأنهم عاثوا فسادا داخل قسد وداخل الإدارة الذاتية، أو ممكن أن يجدوا لأنفسهم مكان آخر في بلاد المهجر، مثل أنصار النظام السوري السابق اللي توزعوا وتشتتوا في بلاد الله الواسعة. ف شيء جدا إيجابي، شيء يعني محفز وباعث على الأمل ما قرأته في وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا. وأتمنى يعني من إدارة السيد أحمد الشرع يعني أن تكون حذرة يعني في هذا الخصوص، وتحاول المحافظة على هذا المكسب يعني، وإنجاز لدمشق وإنجاز لإدارته أنه في وقت قياسي وصل إلى تفاهم مع قوى عسكرية مهمة واستراتيجية ومسيطرة على منطقة استراتيجية وازنة في سوريا، ويعطي شوية أوامر لأبواق السلطة الجديدة من إعلاميين وفيسبوكيين وتيك توكيين ويوتيوبريين، وأنه خفضوا مستوى التوتر والتهديد والشيطنة والقصص هاي يعني. أنا أعلم أنه هنالك كثر يعني ممن يمتعضون يعني من هذا الاتفاق، وكانوا يحرضون دمشق وأحمد الشرع أنه يسير بجحافله ويدخل شرق الفرات فاتحا يعني ومحررا من مثل ما صار موضوع تركيا أتوا واستجلبوا المحتل التركي. فهذه الذهنية كانت خلال هذه الفترة، فترة سقوط نظام حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، الكثير من الأبواق كانت يعني تنعق وتنفخ في هذا الاتجاه، في اتجاه تصعيد الموقف بين دمشق
ومناطق الإدارة الذاتية، أو قصدوا يعني كانوا يعولون على الحل والحسم العسكري بدلا من التفاهم. الآن ممكن أن يروجوا أنه تحت الضغط والإكراه، وهذا مش صحيح. يعني مش قسد وصلت إلى تفاهم بطريقة أو بأخرى، في تقديري وظني تحت رعاية دولية وحتى عربية كمان في هذا الإطار، ومش تحت القصر والكره والضغط والجبر. موضوع مش هيك. مهم موضوعي في هذا الفيديو بعد هذه المقدمة الطويلة هو مسألة الحوار الوطني. أتمنى من الأصدقاء والمشاهدين أي شيء يتعلق بحسن الدغيم يبعثوا لي إياه، تصريح، تغريدة، بوست على الفيسبوك، فيديو، ابعثوا لي إياه. يعني أنا هذا الرجل يعني خلاص بدي تابعه، وبحاول يعني أفند ما يصدره للسوريين من مفاهيم مغلوطة، من أمور غير صحيحة وغير دقيقة وليست في محلها فيما يتعلق بموضوع الحوار الوطني ومؤتمر الحوار الوطني، وهو الناطق باسم الحوار الوطني. طبعا يعني في الفيديو السابق أتيت على بعض التفاصيل والردود التي في تقديري وحسب الإشارات التي وصلتني أنه حسن الدغيم اطلع عليها، مرروا له الفيديو، وأتمنى أن يصار إلى تمرير هذا الفيديو أيضا لديه لكي يعلم أنه مش كل شيء يحكيه هيك سيمر هكذا مرور الكرام، وما في ردود عليه في تلفيقاته و يعني تشويهه للمفاهيم وتصدير صورة مغلوطة عن الحوار الوطني وماهية الحوار الوطني وطبيعة المدعوين أو هوية المدعوين للحوار الوطني ككل. أولا لنتابع الفيديو ثم نعود للتعليق على مضمون وتصريحات حسن الدغيم الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. بالنسبة لقضية شمال شرق سوريا، أولا أن نتحفظ على كلمة شمال شرق سوريا. ما في شيء اسمه شمال شرق سوريا، في الرقة وفي الحسكي وفي دير الزور، وفيها السلطات أمر واقع. الرئاسة السوري مستمرة بمفاوضات سياسية مع حالة محدودة من الاشتباكات اللي بتحدث بين فينة وأخرى مع قوات سوريا الديمقراطية. لها مسار عسكري سياسي متعلق بمؤتمر القوى العسكرية الذي أعلن مؤتمر النصر ودع الفصائل استكمالا لدور النضال بإدماجها وإدماج سلاحها وبياناتها في وزارة الدفاع. أما الحوار الوطني فهو حوار مع النخبة المجتمعية، مع شعراء، الأدباء، المفكرين، رجال الأعمال، التكنوقراط، المختصين، شيوخ العشائر، شيوخ الدين. هذول مو تنظيم عسكري، يعني هذول بالنهاية هني نخبة مجتمعية سورية، والتواصل معهم هذا هو الحوار الوطني وليس تنظيم عسكري. التنظيم بنادق محله وزارة الدفاع، محله ممكن قوى الأمن الداخلي. أما الحوار الوطني يعني نحن لسنا بحاجة، يعني كثير بقولوا كيف بدنا نمثل المحافظات الشرقية، الرقة والحسكي ودير الزور، وهل الوصول إلى المحافظات الشرقية يقتضي المرور من خلال تنظيم عسكري؟ يعني أنا إذا بدي أروح امبارح رحنا حاورنا مثلا أهل حمص وأخذنا وجهات نظرهم، يعني نحن اجتمعنا بقائد فيلق حمص مثلا اللي أخذنا منه الإذن. ما التنظيم العسكري مختلف تماما بغض النظر عن تقييمه وتوصيفه الموقف السياسي منه، بتديره رئاسة الجمهورية عبر وزاراتها ومؤسسات الحوار الوطني مع النخبة المجتمعية. فنحن ما
اقصاء 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 الاداره الذاتيه، اقصاء قسد، اقصاء شرق البلاد، اقصاء شمال شرق سوريا، اقصاء اقصاء. هاي اللغه عاد تنطرح بدون ما يكون لها اي مدلول. يعني نحن ذاتا لو قوات سوريا الديمقراطيه مقبوله، نحن ما معنيه بالحوار، بالحوار الوطني. الحوار الوطني معنيين فيه اهالي الرقه، اهالي الحسكي، اهالي دير الزور بتنوعهم ونخبهم وعلمائهم وادبائهم وكتابهم وشعرائهم. الاداره الذاتيه للجناح السياسي مثل الجناح السياسي للجبهه الشاميه، مثل الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام، مثل الجناح السياسي لحركة أحرار الشام. كل فصيل بتعرفوا أنتم بالثورة السورية كل فصيل له جناح سياسي بياخذ حكمه. فنحن أيضا تواصلنا مع المواطنين في إدلب ما بيلزم المرور من خلال الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام، لأن الجناح السياسي مرتبط بالجناح العسكري، وهذا التنظيم الذي يسمى فصيل، الذي يسمى قوات، ولو سمى نفسه إدارة، هو محلول بمؤتمر النصر ومنحل استكمال لدوره. هو ليش شال السلاح بالثورة دي؟ مو مشان يحمي الناس ويسقط النظام؟ سقط النظام وتفككت أجهزة القمع وقلعت من جذورها. فشرعية حمل السلاح بيرجع حكر على يد الدولة. ومن أهم المحاور التي بدأ المواطنون السوريون يتعرضون لها في جلسة حمص هي حصر السلاح بيد الدولة السوري، وأن لا يبقى هناك أي تشكيل مسلح خارج إطار الدولة. الأستاذ الشيخ العلامة الجهبذ حسن الدغيم يقول، يتحدث في تصريحه اللي شفت تفاصيله، أنه عنده تحفظ على اسم مناطق شمال شرق سوريا. هلا أنا بفهم لما كان الطيف المعارض والنظام المعارضة أنه بيتحفظوا، مش بيتحفظوا وبيرفضوا مصطلح روجافا على أساس أنه انفصالي، وبيتحفظوا على مصطلح المناطق الكردية أنه انفصالي، وأساسا بيرفضوا شيء اسمه كردستان سوريا، وبيرفضوا كمان المدن ذات الغالبية الكردية. وفي كثير من الباحثين والصحفيين يعني لا يهنأ لهم بال قياما وقعودا بيطالعوا إحصائيات وأرقام يعني ما أنزل الله بها من سلطان لتأكيد أنه لا، هاي المناطق مش ذات غالبية كردية، مش لا طبعا في تناقض صارخ وفاقع وواضح مع معطيات التاريخ والجغرافيا. يعني بعيدا عن طبعا الإحصائيات العثمانية والفرنسية والإنجليزية، وآخر إحصاء صدر عن يعني في كتاب عن الوثائق البريطانية، هذول ما لهم علاقة، وبيحكوا عن واقع دمشق يعني في الثلاثينات، بيقولوا في بحدود 200 ألف كردي، بحدود يعني 30% إلى من سكان دمشق أكراد. ففي الثلاثينات إذا كان واقع الكرد في دمشق على هذا النحو من الكثافة السكانية، كيف راح يكون الواقع في المناطق القريبة من كردستان واللي هي جزء من كردستان؟ إذا بنرجع لكتب التراث والكتب التاريخ اللي أرخت للمنطقة كمان راح نكتشف أنه الحقائق التاريخية التي تؤكد يعني وجود كردستان، أرض الكرد، بلاد الكرد، أرض الأكراد، وامتدادات هذه المنطقة اللي هي كردستان، وأتت بتسميات عدة في كتب الرحالة والمؤرخين العرب قديما. عندي كمان في المكتبة يعني مجموعة من الكتب والمصادر الروسية والبريطانية اللي توثق لتلك المرحلة، مرحلة نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والكثافة السكانية في المناطق الكردية أو ذات الغالبية الكردية قبل اندلاع
الانتفاضات والثورات في تركيا، وعلى أساس أنه هذول ناسحين ومهاجرين وما بعرف شو من هالقصص هيك كلياتها. فهؤلاء يجتهدون عبثا يعني بصراحة، أنه لا هي مناطق غالبية عربية، والأكراد يعني 2 3 5%، وبيبنوا الكرد انه على اساس اذا الكرد 5% او 3% او 20% في تلك المناطق، يعني انه هي مكرمة فضل منهم. اذا الاكراد موجودين في فلسطين في صفد وفي القدس وفي الخليل، وهي قالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانا موجود يعني، انه نصف الخليل اللي هي عماد اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية أكراد. إذا الأكراد موجودين في الأردن، إذا الأكراد موجودين في دمشق، شوفوا هل الخط البياني والتسلسل، إذا موجودين في الساحل السوري في مناطق الغاب، فهل يعقل أنه في محافظة الحسكة أنه يكون نسبة يعني مش الغالبية؟ يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع يعني في هذا الخصوص. مهم السيد حسن الدغيم عنده تحفظ على هاي ما في شيء اسمه مناطق شمال شرق سوريا. طبعا هو في عشرات التصريحات بيحكي شرق الفرات وغرب الفرات، هو وهي توصيفات سياسية جغرافية ذات دلالة، يعني دلالة انه مش مناطق كردية يعني حتى انت ترفضها. هاي المناطق المحافظات الثلاثة تختصرها، بتقول محافظة الحسكة ومحافظة دير الزور ومحافظة الرقة، تختصر بتوصيف مناطق شمال شرق سوريا وشرق الفرات. وهذا التوصيف مذكور في يعني الكثير، يعني لا يمكن أن إجراء إحصاء في هذا الخصوص. أنت شو عندك تحفظ في هذا الخصوص؟ شو وجه التحفظ؟ يعني المصطلح ما له بعد قومي، ما له بعد قومي، له بعد جغرافي مناطقي. حتى على هي الجزئية لك تحفظ يا أستاذ حسن الدغيم. هل يعني اللي بيحكي كلامه وكأنه واحد على زمن الخلافة الأموية يرفض أن يقال أنه لا يوجد شيء اسمه ولاية الشام اللي كان يعني واليها معاوية بن أبي سفيان. لا، هنالك دمشق وحلب وبيروت والقدس والتفاصيل، بيحكي عن التفاصيل. ليش انت هيك مستوى الحساسية عندك؟ يعني حتى في هالمصطلح شمال انت بهي العقلية بهي الحساسية بدك تعمل حوار وطني، بدك تعطي بعد كردي وتتحفظ عليه. يعني شو تتحفظ عليه؟ يعني هل مستوى التحفظ عندك؟ طيب انت يا استاذ حسن الدغيم، حضرة الشيخ العلامة الموجه في الجيش الوطني، الموجه السياسي والمعنوي والديني والتربوي في الجيش الوطني التابع لتركيا، يعني وظيفتك السابقة كنت تدافع عن أبو عمشة الحرامي البواق الإرهابي المرتزق، كنت تدافع عنه بدون خجل أو وجل وبدون أي ذرة حياء، وتسمي تلك المناطق بالمناطق المحررة، وأنت لم تحررها من النظام السوري، بل حررتها من أهلها ومن قسد، وبدعم النظام التركي والجيش التركي والاحتلال التركي. تحت حراب الاحتلال التركي كنت تسميها بالمناطق المحررة، في الجزء المحرر، والآن جاي تتحفظ على توصيف مناطق شمال شرق سوريا. بدها شوية يعني أعتقد يعني شوية هيك احترام للذات، واحترام
لذاكرة الناس، إنه الناس ما راح تنسى فورا ما كنت عليه وما أنت عليه الآن. أنت الكفيل بأن تنسي الناس ما كنت عليه، بوعيك الوطني، بكلامك الوطني، بأدائك الوطني، بسلوكك الوطني فعلا بيشجع الواحد بأنه أنت يعني المؤتمر الحوار الوطني اللي في ضمن فريقه حسن الدغيم سيكون فعلا مؤتمر حوار وطني ناجح، ويعني بكل المقاييس يعني يعطينا شوية هيك أمل بنجاح ونجاعة هيك حوار وطني أنت تقوده. يعني شو بيقول يعني الحوار الوطني هو حوار مع النخبة المجتمعية، الشعراء والأدباء المفكرين رجال الأعمال. عزيزي هيك حوار، والتكنوقراط وشيوخ العشائر وشيوخ الدين، هذا هو الحوار الوطني، وليس يعني تنظيمات عسكرية. هذا الحوار الوطني اللي أنت بتحكي عنه يقال ويثار أثناء التغييرات الجذرية في بلد معين، مثلا حوارات وطنية على موضوع الدستور، على العام في السوشيال ميديا، في الإعلام، في الملتقيات، منتدى. أنت الآن بصدد يعني تضميد الجراح، حل القضايا، مؤتمر وطني تأسيسي. وهذا المؤتمر الوطني التأسيسي بطبيعة الحال يعني ينبغي أن يشارك فيه أفراد يمثلون كيانات، أفراد يمثلون قضايا وطنية، أفراد يمثلون مشاريع فكرية ومشاريع سياسية، مش أفراد بوصفهم أفرادا. الشاعر اللي بدك تدعوه بده يجي يناقشك، مثلا لنفترض نسيت اسمه أنس الدغيم أعتقد، الشاعر السوري المعروف، وشاعر آخر. يعني أنا وأنس الدغيم نجي بنحكي عن جدوى قصيدة النسر ولا قصيدة التفعيري ولا القصيدة العمودية؟ طبعا لا. ما رح نحكي بقضايا ثقافية. أنت تدعو الشعراء، الشاعر اللي بده يجي بده يحكي بموضوع سياسي مش في موضوع ثقافي محض. المفكر اللي بده يجي بده يمثل شريحة معينة، تيار معين، فئة معينة، مشروع سياسي معين. بدك تناقش وعيه، طروحاته وآراءه فيما يتعلق بسوريا المستقبل، مش تناقشه كشخص، مش تناقش مشروعه. تجي تدعو برهان غليون كعالم اجتماع ومفكر سوري، ما رح تناقشه بأفكاره، بدك تناقش إضافاته لهذا الحوار الوطني لشكل سوريا. تصور برهان غليون كممثل لجهة مدنية، لجهة ثقافية، لجهة سياسية، تصور هذه الجهة للبلد، بدك يعني تناقشه بوصفه ممثلا لجهة مش ممثلا لنفسه. وإلا يعني الموضوع راح يتوسع، وأنت قدام 20-30 مليون سوري بدك تناقشهم، عشرات وآلاف الكتاب والمثقفين والتكنوقراط بدك تناقشهم، رؤساء عشائر، رؤساء طوائف دينية، مشيخات. ما بيصير هالحكي. مين مفهمك انه الحوار الوطني هيك؟ هذا مش حوار وطني، هذا عملية يعني هذه عملية إقصاء مبطنة وبشرعنة متهافتة وركيكة ولا تستقيم، لا تستقيم. والحالة التي فيها سوريا من حرب، سوريا خرجت من حرب وكانت على شفير الدخول في حرب لولا التفاهم الأخير بين قسد وكذا. وما زال هنالك مشاكل، وجماعتك ورفاقك والعمشات والعفشات اللي على أساس حلوا نفسهم ما زالوا يشنون الهجمات على قسد حسب المعلومات. مين مفهمك انه الحوار الوطني هيك؟ هكذا
نموذج من الحوارات الوطنية معقول، لكن في مرحلة أخرى. مسألة الحوار الوطني يخضع يعني قضايا كبرى تهم الوطن. شكل النظام مثلا، لنفترض جدلا نظام برلماني أم نظام رئاسي، يخضع للحوار والنقاشات والخلاصات وكل التفاصيل. أما التأسيس لجمهورية، تأسيس لدولة، محاولة تجاوز التمزقات الأهلية، ما بيكون بهذه الطريقة يا أستاذ حسن، ما بيكون. إذا أنت هذا وعيك أنت فأنت غلطان. إذا ملقنك واحد هيك كلام هو كمان غلطان. تجارب الشعوب قدامنا، البلدان والمجتمعات التي مرت في نزاعات، المصالحات الوطنية لا تتم هكذا. المصالحات الوطنية والحوار الوطني ليس بين أفراد، إنما بين جماعات. والموضوع أنتم ورثتم عن النظام السوري تركته، القضايا التي لم يحلها النظام السوري، ومنها القضية الكردية. بدك تعترف فيها ما تعترف فيها هذا موضوع آخر. هنالك شيء اسمه قضية كردية، وهي قضية شعب داخل سوريا له حقوق سياسية منصوص عليها في المواثيق والشرائع الدولية، له حقوق قومية، له حقوق ثقافية. تفاصيل القضية الكردية اختصرتها لك بالحوامل الثلاثة: حقوق سياسية في دمشق، وفي السلطة التشريعية، وفي السلطة التنفيذية، وفي الرئاسة. هي حقوق سياسية. في التمثيل الدبلوماسي هذا، وفي الوزارات. هذا هي مش محاصرة، هي حقوق شعب تعداده كذا مثلا. مش معقول ما يكون ممثل في البرلمان، ما يكون ممثل في الحكومة. لا، يستحيل، يستحيل هذا الأمر يعني. و الحقوق القومية أيضا، حق اللغة، حق الثقافة، حق التدريس، حق أنه يكون هناك كليات للأدب الكردي في دمشق، في جامعة دمشق، في جامعة حلب، في أن يكون هنالك جامعة خاصة أيضا في منطقة الفرات أو منطقة الحسكة. هي الحقوق الثقافية طيف واسع يعني. الحقوق شو التوزيع العادل للسلطة والثروة. الكرد أيضا ينبغي أن يكون لهم شأنهم شأن السوريين، حصة في ثروات البلد، لأنه هذا الشعب منتج ويضيف إلى هذا البلد. فمجمل هذه عدا عن المشاريع العنصرية والإقصائية والتعريب والحزام العربي والتجريد من الجنسية، كل ما خلفه النظام السوري من تركة ضد الكرد، أنتم الآن ورثة هذا النظام وينبغي أن تحلوا، لا أن تستمروا على خطى النظام السوري. وكلامي واضح موجه لك وللسيد أحمد الشرع وحكومته العتيدة. فأنت ما فيك تخلط ما بين المسألة الدرزية والقضية الدرزية والقضية الكردية. القضية الكردية قضية قومية، لها بعد تاريخي، لها بعد سياسي، بعد اجتماعي، بعد ثقافي، بعد سياسي. الموضوع الثاني، المسألة يعني حقوق العلويين جزء أصيل من الشعب السوري. بدك تحترم هذه الحقوق، بدك تحترم هذا المكون. عقائديا نحن ما لنا علاقة بعقيدتك أهل السنة والجماعة. وطنيا بدك تحترمهم بالقانون بالدستور. أهل السويدة والمكون الدرزي مكون أصيل وتاريخي من الشعب السوري، بدك تحترمه مش بكيفك، بالدستور وبالحوار الوطني، وبدك تلتزم بمطالب هذا المكون. هذا المكون كيف بده، كيف بيشوف نفسه داخل سوريا، بدك تحترم هذه المطالب، مش تفرض عليهم تصورك أنت اللي هو تصور سياسي وعقائدي، يعني خليط من التصور الديني
السلفي والتصور السياسي القومي العروبي، لا. فما تخلط القضية العلوية والقضية الدرزية والقضية الإسماعيلية، هي قضايا طوائف، مش قضايا قوميات. القضية الكردية هي قضية قومية. الحوار الوطني ينبغي أن يحترم ما هو موجود في سوريا. ما عندك تحفظ على هاي التسمية، بدك تعترف بشيء اسمه الشعب الكردي في سوريا؟ طبعا لا. أنا أتفهم الدوغما العقائدية الموجودة في راسك، اللي هي خليط من ال الديني والطائفي السني والقومي العروبي. يعني واضح في من سياقات الكلام والتوصيفات اللي حضرتك بتستخدمها، الواحد فيه يفهم. يعني تكلم كي أراك، وأنت عندما تتكلم أنا أراك من الداخل، يعني مش من الخارج. يعني الحقيقة رؤية الوعي، يعني أنا أقصد. ففهمك كتير مغلوط فيما يتعلق بموضوع الحوار الوطني إنه بين أفراد. عمر السوريين ما كان عنده يعني لهم مشاكل أفراد كأفراد، لا. السوريين كان لهم مشكلة مع النظام كجماعة سياسية، هذا أولا. وجماعة سياسية تزعم أنه يعني رافعة لواء العروبة وقلب العروبة النابض، وهذا مش صحيح. جماعة سياسية تقول أنها علمانية، وهي مش صحيح، وهي كانت طائفية ومدعومة من شيوخ سنة. فمشكلة الشعب السوري مع النظام كان ككتلة، وهنالك مشاكل عالقة، مشاكل يعني منها ما هو قومي، القضية الكردية، منها ما هو طائفي، المسألة الدرزية والقضية الدرزية، ومنها ما هو مناطقي. هذه القضايا ينبغي أن تعترف بها. إنكار هذه القضايا وترحيلها وتأجيلها إلى أن تستتب الأمور، أنه خلاص ما عاد في شيء اسمه قسد، والسلاح راح يسلموه، وتفكيك الذراع العسكرية. هذا يعني ربما ينجح لفترة معينة. أنت بإمكانك أن تفكك قسد، لكن هل لديك ضمان أن لا تتشكل قسد جديدة إذا أنت أخلفت بعهودك ولم تكن عادلا ومنصفا ووطنيا في التعامل مع القضية السريانية والقضية الكردية والقضايا الوطنية الأخرى؟ هذه الأمور يعني الحوار الوطني فيها محاذير وموضوع جدي. يعني مش إنه والله الحوار بين العسكر، أنت لا تتحاور مع عسكر. هذا العسكري اللي بيحامل بندقية يقف خلفه مثقف، قد يكون شاعرا أو روائيا أو إعلاميا، مثل ما أنت كنت يعني كشخص مدني الموجه المعنوي التربوي السياسي في الجيش، وأنت شخص مدني. هنالك أيضا قطاعات واسعة تدعم ذلك المقاتل الكردي والمقاتلة الكردية اللي بيحملوا البنادق داخل قسد. انت هلا يعني مش بس ترفض يعني توجيه الدعوة للكيانات السياسية بوصفها الكيان السياسي والمدني هو امتداد للجناح العسكري وتابع للجناح العسكري. طيب انت حليت الجناح العسكري، وهذه الكيانات السياسية بقت، ينبغي أن توجه لها الدعوة بشكل رسمي بوصفها كيانات صاحبة مشاريع سياسية. ما بيصير وليس من الوطنية في شيء أن تتجاهل التحالف الوطني الديمقراطي السوري. ما بيصير. ليس من الوطنية في شيء أن تتجاهل المنظمة الآثورية الديمقراطية. ليس من الوطنية في شيء أن تتجاهل المجلس الوطني الكردي، ويعني
طيب أنت هلا حليت موضوع قسد الذراع العسكري أو القوات العسكرية أو بيشمركة روج، هؤلاء أيضا سوريون وهم بالآلاف الموجودين في كردستان العراق. كيف بدك تحل؟ كيف يعني ستصل إلى تسوية مع هؤلاء أنت والحكومة اللي بتمثلها؟ أنا عندما أتحدث معك أو أتحدث إليك لا أتحدث إليك بوصفك شخصا مثل ما أنت بتحاول تسوق الحوار الوطني على أنه حوار بين أشخاص. لا، أنت تمثل سلطة، فأنا أتحدث إليك بوصفك ممثلا لسلطة، وأنتقدك ليس لشخصك، أنتقدك لأنك تمثل وعي وأداء وسلوك سلطة. وأتمنى أن يكون كلامي واضحا، وسلوكك وأداؤك ونبرة الخطاب مش بس إقصاء، قمة الإقصاء وشرعنة الإقصاء. شو بيقول؟ يعني بيقول الإدارة الذاتية الجناح السياسي لقسد، مثل ما الجناح السياسي الجبهة الشامية والجناح السياسي لهيئة تحرير الشام. حتى الآن خلط جبهة تحرير الشام والجبهة الشامية، هي فصائل دينية، مش صاحبة مشروع ديني. هي ميليشيات وفصائل دينية. قسد مش هيك، صاحبة مشروع وطني. ضمن هذا المشروع الوطني المطالب والحقوق والأجندة الكردية. الموضوع خلط، أنت عم تخلط في صبغة قومية بالموضوع وفي صبغة وطنية في الموضوع، لكن الفصائل الثانية كانت فصائل دينية حتى قبل فترة يعني وجيزة من قبيل سقوط النظام السوري. فما تخلط بين الأمور وتحاول أن تسوق للفكر المغلوط والتصور المغلوط للحوار الوطني. بيحكي انه هاي الفصائل يعني ليش صارت حملت السلاح في الثورة؟ مش مشان تحمي الناس ويسقط النظام، والنظام سقط. الفصائل العسكرية سيصار إلى تفكيكها، لكن البيئة السياسية التي دعمت تلك الفصائل مش لأنه بس حملت بنادق، لا، تلك المناطق كانت تمثل مشروعا، وأنا حكيت وما حد كرر كلامي. وانت يعني موجه سياسي وتربوي ومعنوي وبتفهم. شرعية حمل السلاح واحتكاره تعود للدولة، صحيح، وحصر السلاح بيد الدولة كمان أنا معك وصحيح، لكن هي مرحلة متقدمة. والحوار الوطني الآن مش مسألة أنه اللي حصر السلاح والموضوع، لا، شكل الدولة، شكل الدستور، كيف تطوى ال يعني الملفات والقضايا العالقة. شوف أستاذ حسن الدغيم، شوي قليل من التواضع يعني، وخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. في صلح الحديبية مع قريش تنازل النبي عن مقام النبوة رغم اعتراض علي والصحابة. تنازل النبي، هو من هو مكلف برسالة سماوية، تنازل لقريش في فترة معينة مؤقتة عن مقام النبوة وشال وحذر. أنت كمان إذا بدك تأسس لشيء وطني ينبغي من الواجب عليك أن تتنازل شوي من الدوغما العقائدية الموجودة في راسك الإسلامي، اللي هي خليط من الجمود العقائدي العروبي والأخواني والسلفي وكل هالتركيبة اللي يعني عاملة طبقة من التكلس على وعيك. أنت بهالطريقة بهالأداء لا يمكن أن تؤسس لوعي وطني ولا لأداء وطني ولا لمؤتمر وطني.
فمش بس يعني في هذا الموضوع أيضا، يعني حتى بعد وفاة الرسول وكيف يعني جرى الحوار بين المسلمين وأمرهم شورى بينهم، يعني وكيف خرجوا من مآزق كادت أن تودي بها الدولة الإسلامية وقت ذاك، مع كل الملاحظات السياسية والتاريخية المسجلة على ما حصل في سقيفة بني ساعدة. يعني أنا عم جيب لك أمثلة من التاريخ الإسلامي لربما تتعظ. يعني أنا ما رح، يعني أنا مضطر أرجعك، لأنه البيئة اللي أنت المنصة التي تستند إليها والبيئة التي تنتمي إليها بيئة دينية، فأنا مضطر يعني في هذا الخصوص أنه آتي لك بأمثلة لربما تراجع نفسك، يعني طالما أنت ما بتتابع كيفية وشكل حل المسائل الوطنية ومؤتمرات المصالحة الوطنية والحوار الوطني في بلدان مرت في تجارب تشابه التجربة السورية، فأنا سآتيك بأمثلة من التراث الإسلامي. بمعنى يعني الأداء اللي حضرتك تدير به التأسيس لحوار وطني، اسمح لي أنه هو حتى يعني يتناقض مع شرع الله، ويتناقض مع التاريخ الإسلامي، ويتناقض مع القوانين الوضعية وتجارب الشعوب. أنت من وين جايب هاي التجربة تبعيتك اللي غريبة عجيبة؟ وكيف لك يعني بهذا العناد، أنت من يعني هذا العناد اللي بتستند عليه في فرض هذا الشكل من الحوار الوطني؟ هو مش حوار وطني، يعني هو راح يكون يعني يشبه المسرحية وكذا، يعني الجاهز سلفا، وبعدين يعني عملية تصويت وكذا والقصص هي، ويصار إلى فرض طبخة معينة على الشعب السوري في أساس أنه حوار وطني. يؤسفني يعني أنه أنا أقول لك هذا وأنا كنت أنتظر منك شيئا بالفعل يعني يعتد به، ويمكن يعني أن نعقد عليه آمالا فيما يتعلق بحوار وطني ناجح، يكون أرضية لمصالحات وطنية تفضي إلى سوريا جديدة، تتجاوز حقبة الإخوان البعثيين والإخوان المسلمين البعثيين أيضا. يعني أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء مرة أخرى في مواضيع تهم الشأن السوري العام والمواطن السوري داخل وخارج البلاد. حتى موضوع آخر، دمتم بألف خير.